ليسلط الضوء على المهرجان الوطني مجموعة الغيوانية الشبابية اللي كيلحق اليوم دورته السابعة، حامل شعار الفن القناوي رافد من روافد الأغنية الغيوانية نحو العالمية. اخترنا كعريس الدورة كمكرم إن شاء الله الفنان المعلم القناوي مصطفى باقبو، نظرا لتجربته الواسعة والعريضة في تقنويت، وايضا في تجربته الواسعه والكبيره مع مجموعه جيجي لالا، وما اعطاه هذا السيد للساحه الفنيه على طول المسيره ديالو. الشعار ما جاش عبثا، جاء كتاكيد وتجسيد على ان الاغنيه الغيوانيه منفتحه على جميع الانماط الفنيه الاخرى. احترمنا التوزيع الجغرافي رغم قله الامكانيات، احترمنا ايضا اختلاف الالوان او المدارس، وبالتالي عندنا مجموعات اللي جاوا بجديد الدوره السابعه هو الابداع الخاص ديال كل مجموعه. ان شاء الله غتشوفوا الجديد ديال المجموعات، غنخليو شي شويه للتقليد، ولكن الحصه الاكبر حصه الاسد غتكون ان شاء الله الابداع الخاص ديال هذه المجموعات في اطار تشجيعهم على الاستمراريه وعلى تكوينهم وعلى انتقالهم من مرحله الهوايه الى مرحله الاحتراف ان شاء الله. طبعا وحنا كنتكلموا اليوم على نصف قرن من الاغنيه الغيوانيه، ما يمكنناش لو كان عزوف لو اندثرت هذه الاغنيه. الاغنيه ما يدعوها يعني الى اليوم محافظه على راسها. اولا جديتها في الكلام، جديتها في اللحن، جديه الفنانين اللي كيمارسوا بها، هذا من جهه. ثانيا من منطلق لا يصح الا الصحيح، هذه الاغاني هذه سواء لا تكلمنا عن النوستالجيا الاغاني القديمه ديال السبعينات والثمانينات او تكلمنا على المواضيع ديال السنوات الحاليه ديال هذه العشر الاواخر وما قبلها، اللي كتواكب الاحداث العالميه، كل التغييرات اللي كيعرفها العالم، كتواكب الازمات اللي كتجي، كتواكب يعني الاحداث الرياضيه، الاحداث السياسيه. اغنيه اللي كتطرق لجميع المواضيع، وبالتالي ما يمكنش الانسان ينكر انها حاضره بقوه، ممثله في الحقل الثقافي بقوه، وعندها المتابعين ديالها. بل ابعد من ذلك هو ان الشباب او الطفوله حتى اللي ما عمره ما سمع هذا اللون، مجرد ان كيسمعوا كيرتبط به، وهذا هذا عندي يقين في هذا. اليوم كانت عندنا الندوه الصحفيه على هامش مهرجان الوطني للمجموعه الغيوانيه الشبابيه. هذا العام كاين دوره الفنان المعلم باقبو تحت شعار الفن القناوي رافد من روافد الاغنيه الغيوانيه نحو العالميه. وككل سنه عندنا مجموعات غيوانيه اللي كنختاروهم حسب التوزيع الجغرافي عبر المملكه المغربيه. كاينين مجموعات من الشمال، مجموعات من الوسط، ومجموعات من الجنوب. وكنتمناو هذه الدوره هي تكون ناجحه كالدورات السابقه. هاد الدوره غادي يكون فيها التميز اللي كان نورمالمون كنديروا كل دوره كنديروا فيها 5 ايام. هذا العام كان اكراهات ماديه، لهذا قلصنا الايام يومين، وحتى المجموعات كانوا كيكونوا لنا 15 مجموعه. هذا العام كاين المجموعه 9 مجموعات مقسمه على حسب التوزيع الجغرافي.